اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم الكوره مع ميجا، وان شاء الله تكون حلقه ممتعه وتعجبكم ان شاء الله. اصحابي وحبايبي بيتفرجوا على حلقاتي، يا ريت تكمل الحلقه للاخر وتشير الفيديو على اي منصه تواصل اجتماعي وتدعو احد اصدقائك للاشتراك في القناه. هتكلم النهارده على ماتشين. لو عاوز اثاره موجود ماتش الاهلي وفاركو، ولو عاوز هدوء واجوان كتير موجود ماتش الزمالك وحرس الحدود. هنتكلم اولا على ماتش الزمالك وحرس الحدود، ومباراه الى حد ما محسومه من قبل بدايتها، وفعلا ده اللي حصل. قدر نادي الزمالك يحسمها ومن بدري وبنتيجه كبيره جدا 4-0. طبعا عارفين ان حرس الحدود بيحتل المركز الاخير في الدوري، والنادي الزمالك بيحتل المركز الثاني في الدوري. المباراه بدات سريعا وزي ما كان متوقع، الزمالك قدر يحرز هدف في بدايه الشوط الاول وتحديدا في الدقيقه 15، واستحوذ على الشوط الاولاني استحواذ شبه كامل، ولكن يعيبه انه ما احرزش غير هدف واحد بس انتهى به الشوط الاول. ولكن كان اجمل شيء مميز في الشوط الاول كان هدف اسامه نبيه اللي افتتح بيه رباعيه الزمالك النهارده، واللي بيثبت بيه يوسف اسامه نبيه انه فعلا لعيب جامد جدا وهيبقى مستقبل لنادي الزمالك، ويا رب يكون مستقبل للكره المصريه كمان. وللمباراه الثالثه على التوالي بيحرز هدف لنادي الزمالك وبيكون هدف حاسم، يعني بالراس بيجيب، برجلين بيجيب، مهارات وترقيص وشوطه في الجول بيجيب. يعني يوسف اسامه نبيه ما شاء الله بنيانه الجسماني وتحكمه في الكوره شيء جميل جدا وشيء مبشر جدا، وانا شخصيا بتوقع له مستقبل باهر. لعيب يوم عن يوم بيثبت انه فعلا جدير بتيشيرت نادي الزمالك. وزي ما قلنا انتهى الشوط الاول بنتيجه 1-0، وبدا الشوط الثاني وعلى عكس النادي الاهلي ما بيعمل عمل نادي الزمالك واحرز الهدف الثاني مبكرا في الدقيقه 55 احرزه زيزو، والهدف الثالث بتاع شيكا او ماركه شيكا العالميه اللي بياخد الكوره من على الشمال وبيقطم بيها لجوه وبيشوط في الجون، سواء بقى في البعيده او في القريبه، صاروخ ارض جو لا يصد ولا يرد، وهدف ماركه شيكا بالا. بعدها بيضيف سيد زيزو الهدف الرابع لنادي الزمالك، رباعيه جميله جدا لنادي الزمالك بينهي بها اللقاء. ولكن في ثلاث حاجات حصلوا النهارده في اللقاء دول من اجمل الاشياء اللي حصلت في المباراه. اول حاجه يوسف اسامه نبيه بيهدف المباراه الثالثه على التوالي، والنهارده كان بيلعب اساسي في المباراه ودي حاجه جميله جدا. الحاجه الثانيه لقطه شيكابالا واحمد سيد زيزو لما رفعوا تيشيرت مكتوب عليه انقذوا 57-3-57، ودي كانت لفته طيبه جدا منهم. واللقطه الثالثه دونجا النهارده بيشارك لاول مره مع نادي الزمالك منذ انضمامه للفريق الاول. اول ما انضم دونجا لنادي الزمالك انصاب مباشره. انتهت المباراه بفوز 4-0 لنادي الزمالك، فوز مريح جدا جدا بيحتل بيه المركز الثاني في ترتيب الدوري العام برصيد 20 نقطه. ندخل على مباراتنا الثانيه النهارده واللي كانت بين النادي الاهلي وفاركو، واللي انتهت بفوز النادي الاهلي 2-1 بهدف في الدقيقه 96، يعني قبل ما يطلق الحكم صفرة نهايه المباراه بثواني. الاهلي دخل المباراه وهو بيحتل المركز الاول للبطوله حتى الان برصيد 19 نقطه قبل المباراه. والنادي الاهلي نزل كالعاده زي كل الماتشات اللي شفناها للنادي الاهلي قبل كده، بينزل ضغط جدا خلال الشوط الاولاني وبيقدر يقطع الكوره من المنافسين ويجيب هدف او بيقدر يسجل هدف في الشوط الاول، وكان له ما اراد واحرز الهدف. ولكن النادي الاهلي ضيع اكتر من 5 أو 6 انفرادات، تحديدا 3 انفرادات كامله بالمرمى، ولكن النادي الاهلي لم يستطع احراز اي هدف في رعونه كبيره جدا جدا من مهاجمين النادي الاهلي. كولر فاجئنا النهارده بيلعب بخطه 4-3-3، ودي اول مره كان كولر بيلعب بيها مع النادي الاهلي، بيلعب بدون راس حربه على الاطلاق، بيلعب براس حربه وهمي، وكان موجود في الخط الامامي برونو سافيو وعبد القادر وكريم فؤاد، ومن تحتيهم كان قفشه. ابتدت المباراه وزي ما احنا متعودين النادي الاهلي بيضغط على المنافس في نص ملعبه وفي جميع ارجاء الملعب لحد ما بيقطع الكوره ويقدر يجيب منها هدف. وكان لهم اعراض في الدقيقه 30 النادي الاهلي بيحرز الهدف الاول عن طريق عبد القادر اللي مستواه بيتحسن يوم عن يوم مع النادي الاهلي، بعد ما كان لعبه كله يعتبر شبه فردي الى حد ما بدا اداؤه يتحسن ويلعب لعب جماعي مع فريقه وبيخدم فريقه، وقدر النهارده يسجل الهدف الاول للنادي الاهلي. ولكن حصل تراخي لفريق النادي الاهلي وقدر نادي فاركو من اول هجمه على محمد الشناوي يحرز هدف التعادل لينتهي الشوط الاول 1-1 بين الفرقتين. ندخل على الشوط الثاني واللي هو علامه استفهام كبيره جدا جدا داخل النادي الاهلي في جميع مباراته، وخصوصا اخر 3 أو 4 مباريات بنلاقي ان شوط النادي الاهلي الثاني عشوائي جدا جدا، تغييرات متاخره جدا جدا من كولر، كور طويله وكور مقطوعه وفي لعب مش منظم، لدرجه ان النادي الاهلي كان بيعاني لحد الدقيقه 96 وكان ممكن يخسر وراه في اي هجمه مرتده لفريق فاركو. ولكن في الدقيقه 96
محمد شريف بينقذ الاهلي وبيحرز الهدف الثاني اللي يقتنص الاهلي 3 نقاط غاليه تضعه على منصه الدوري العام حتى هذه اللحظه. ولكن اداء الاهلي في الشوط الثاني لا يبشر بالخير على الاطلاق، وخصوصا لو الاهلي بيلاعب فريق كبير او فريق عنده خبرات زي ما حصل الماتش اللي فات مع فريق فيوتشر واللي كان بيلعب 10 لعيبه وقدر يتعادل مع النادي الاهلي. يجي هنا السؤال اللي بيطرح نفسه بيقول ليه كولر بيتاخر في تغييراته؟ واللي المفروض كولر حتى يسال نفس السؤال ده. انت دلوقتي بتلعب الماتش اللي فات طلعت الشوط الاولاني 1-0 والماتش ده طالع الشوط الاولاني 1-1، ليه بتستنى مثلا للدقيقه 70 او 75 ولا 76 عشان تنزل تغييراتك؟ انت طالع الشوط الاولاني من التعادل 1-1، ليه ما بتعملش تغييرات بين الشوطين؟ مش لازم يعني التغيير يبقى بعد الدقيقه 60 او بعد الدقيقه 70. انت فريق بطوله محتاج ان انت تكسب المباريات ومن بدري عشان تبقى مستريح. يعني طالع الشوط الاولاني من التعادل او كسبان 1-0 بتعمل على الاقل تغيير. انت عندك 5 تغييرات، ليه تخلي الخمسه لاخر المباراه؟ يعني ما تنزل لك تغيير او 2 بين الشوطين وعندك 3 تغييرات على الدكه تقدر تنزلهم وقت الاحتياج. انما كولر بيتاخر في التغييرات جدا، وده اللي شفناه النهارده وبدا في تغييراته في الدقيقه 76. لكن التغييرات اتت بثمارها يعني، وان قدر النادي الاهلي يفوز بالمباراه ولكن اداء غير مطمئن. ده بالنسبه لمباراه الاهلي. لكن لو جيت تبص على مباريات الاهلي والزمالك من اول البطوله حتى هذه اللحظه بعد 8 جولات هتلاقي فيه اهتزاز كبير في مستوى الفرقتين. هتلاقي ان الاهلي لعب 8 مباريات تعادل مباراه وكسب 7، هتلاقي النادي الزمالك تعادل مباراتين وكسب 6، فرق نقطتين بينه وبين النادي الاهلي. ولكن في مباريات كسبوها في الوقت بدل الضيع. يعني الزمالك كسب البنك الاهلي الماتش اللي فات 1-0 في اخر لحظه في الدقيقه 96، والنادي الاهلي النهارده بيكسب بنفس الطريقه بالهدف الثاني في الدقيقه 96. ده غير الماتشات اللي تعادلوها وغير الماتشات اللي كسبوها باداء سيء. 8 مباريات في الدوري الى الان، دي مش كميه مباريات قليله. لازم الفرقتين يكون اتعرفت ملامحهم وبانت اللعيبه الاساسيه سواء هنا او هنا، وكمان الرؤيه الفنيه للكوتش واداره المباراه تكون اتغيرت واتفهمت. يعني تقدر تقول كده ذاكره نشطه عند المدربين، يعني بقى عارف امتى هيغير وامتى هينزل فلان وامتى هيطلع فلان، ويقدروا يقدموا لنا مباريات جميله. لكن بعد 8 جولات ستيل اداء نادي الزمالك واداء النادي الاهلي مش في الفورمه او مش جاهزين تماما. قبل ما اختم الحلقه احب ابارك للاسماعيلي النهارده اللي حقق اول فوز في الدوري بعد 8 جولات. النهارده الاسماعيلي بيفوز 2-1 على نادي انبي وبيحط انبي في موقف صعب، ولكن الاسماعيلي بيحسن ترتيبه واصبح عنده 7 نقاط من 8 مباريات. تمنيات طيبه لفريق الاسماعيلي، فريق له شعبيه وفريق كبير. اشوفكم في حلقه قريبه ان شاء الله. الكوره مع ميكا.